ازيكم يا حبايبي يا حلوين. دلوقتي هنعمل كفتة الباذنجان والبطاطس. هنعمل 2 وادي 3 اهو. انا مش هنبشرهم كده اهو في المبشره. بسم الله بسم الله الله اكبر اهو. هنبشر البطاطس ونبشر الباذنجان وننقعهم في شويه ميه ونرجع لكم تاني. وهناخد الباذنجان اهو ننقعه في شويه ميه، بس نعصره قوي كده حلو اهو. هعصرهم وارجع لكم تاني، واحط كده عصره حلوه ويتحطوا في الطبق وارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني اهم كانوا في قلب الميه، عصرتهم وحطيتهم في الطبق زي ما انتم شايفين اهو. هنعمل حته دين كفته بطاطس بالباذنجان. هعمل لكم كفته باذنجان وبطاطس زي العسل، وابو حازم هيفرح بيها. ممكن تنفعكم في فطار، في غدا، في عشاء، وانتوا رايحين تاكلوها وانتوا رايحين المدارس. يعني كفته زي السكر. دلوقتي اهي هنحط 6 معالق دقيق. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6. طبعا هم عملنا 6، ولو عايز التاني هناخد تاني. وبعد كده هناخد معلقه صغيره بيكنج باودر اهي. معلقه صغيره بيكنج باودر. اللهم صل على حضره النبي محمد. وبعد كده هنحط بابريكا. كركم اهي. اللهم صل على حضره النبي. ومعلقه بابريكا برضو، معلقه صغيره بابريكا اهي. ومعلقه كمون. معلقه كمون ومعلقه فلفل اهي. بعد كده حطينا معلقه فلفل. بعد كده هنقطع الطماطم ديت عليها. اللهم صل على حضره النبي محمد اهي. هقطع الطماطم طب وارجع لكم دلوقتي. وحطينا الخضره. وبعد كده هنحط ملح ومعلقه ملح. اللهم صل على النبي. وبعد كده هنقلبهم اهو. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضره النبي محمد. حاجه جميله اهيت، يعني تنفعكم في اي حاجه. اللهم صل على النبي. كفته الباذنجان والبطاطس اهيت جميله ازاي. خليكم معايا دقيقه واحده. احط بس احط زيت على النار وارجع لكم تاني. هنحط واحده واحده بعد الزيت ما يبدا كده اهو. يدينا سكن اهو. هنروح بقى نعمل واحده تانيه اهي. هكملهم وارجع لكم تاني. دلوقتي اهو عملناها اهي، بقت زي العسل اهي. كفته البطاطس بالباذنجان بقت زي العسل اهي. واهي صبعناها وعملناها في الطاسه بقت زي العسل. هي بتحط عليها بيض، نسيت اقول لكم، بس انا ما بحطش بيض عشان ابو حازم ما بيحبش البيض. ممكن تحطي 3 بيضات عليها، بس ابو حازم ما بيحبش البيض. بس بقت كفته زي العسل اهي. ويلا يا لولو قولي فزورة النهاردة بقى، ايه هي الحاجة اللي كل ما تاخد منها تزيد؟ ايه هي الحاجة اللي كل ما تاخد منها تزيد؟ اللي يعرف حل الفزورة يكتبها في الكومنتات.